رابطة الأندية تستعد للإعلان بشكل رسمي عن اعتبار الأهلي مهزوما في مباراة القمة أمام الزمالك وخصم 3 نقاط من رصيده خلال الساعات القادمة، ومنح الأحمر الحق في الاستئناف على القرارات لكي يتم اعتباره مهزوما فقط في المباراة ويتم التراجع عن خصم 3 نقاط من رصيده. حالة ترقب كبيرة في نادي الزمالك لإعلان رابطة الأندية عقوبات الأهلي بعد رفضه لعب القمة واتجاه لإصدار بيان قوي حال حدوث أي شيء مفاجئ وغير متوقع. مصدر بالأهلي يؤكد أنه حتى هذه اللحظة مجلس إدارة النادي متمسك بموقفه ولم يتراجع عن قراره في أزمة القمة رغم الضغوط الغير مسبوقة التي تمارس عليه من عدة جهات لاستكمال البطولة، ولا صحة للبيان الهزلي المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الأهلي ينتظر قرار رابطة الأندية اليوم في أزمة القمة لإعلان موقفه النهائي من لعب بطولة كأس الرابطة التي من المفترض أن تقام أول مباريات الفريق فيها يوم الخميس المقبل أمام إنبي. أشرف بن شرقي يتعجب بشدة مما يثار حول وجود نية لديه لفسخ عقده مع الأهلي حال انسحابه من بطولة الدوري، ويؤكد أن ما يثار كلام عبثي ولا يمت للواقع بصلة. ميدو فزلوكا يواصل إثارة الجدل ومحاولة كسب اللقطة على حساب الأهلي في التلفزيون السعودي، والتأكيد على أن نادي الزمالك ذهب للقمة احتراما لدور الوطني وكان حريص على أن تقام المباراة في موعدها رغم موقف الأهلي، والتأكيد أيضا أن الدولة أقوى من أي مؤسسة في مصر وأنه لا يوجد أقوى من مؤسسة الدولة نفسها، وذلك ظنا منه أننا سننسى أن الزمالك أكثر مؤسسة رياضية عربية تسيء لبلدها ولديها لاعبين ومدير كرة متهمين بالبلطجة في الإمارات العربية المتحدة ولديهم سجل حافل بالجرائم الرياضية في الفيفا، وأنه لولا الأهلي لما كان لمصر وجود على الساحة الرياضية قاريا وعالميا. أحمد شوبير يعود للظهور على شاشة قناة الأهلي بنهاية الأسبوع الجاري بعد انتهاء فترة إيقافه من المجلس الأعلى للإعلام الثلاثاء القادم. طاهر محمد طاهر يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي في الأهلي مع رضا سليم وكريم فؤاد ويأمل أن يتخلص تماما من إصابته لكي ينتظم في التدريبات فور عودة الفريق من الأجازة. محمد عبد المنعم يواصل المعاناة في الدوري الفرنسي بسبب ابتعاده عن المشاركة في المباريات، واللاعب يؤكد للمقربين أنه مازال يعاني من أزمة مع اللغة والتواصل مع زملائه وهو ما يصعب مشاركته مع الفريق. الكاف يعين الموريتاني دحان بدة حكم لمباراة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والهلال السوداني، ويعين الجابوني بيتر أتشو حكما لمواجهة الإياب. نادي مسار يستغل تعثر الأهلي في الكرة النسائية أمام وادي دجلة ويوسع فارق النقاط مع الأحمر في الصدارة ل3 نقاط، وذلك في ظل اقتراب المسابقة من الانتهاء. الترجي التونسي يدرس إقالة مديره الفني قبل ربع نهائي دوري الأبطال بسبب تراجع النتائج محليا. أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك يؤكد أن الجيل الحالي من لاعبي الزمالك عكس كل الأجيال السابقة، ويعرف جيدا كيف يواجه الأهلي ويخوض المباريات الكبيرة، ولا يحدث لهم انهيار في المباريات الكبيرة حال تلقيهم هدف مبكر، وهو ما يسهل عليهم العودة في النتيجة دائما. فرج عامر رئيس نادي سموحة يؤكد أن فريقه جاهز لمواجهة الزمالك واللاعبين متحفزين بشكل كبير للفوز وإقصاء الأبيض من الكاس. بايرن ميونخ الألماني يستهدف التعاقد مع ويليامز جناح أتلتيك بلباو والمنتخب الأسباني في الصيف القادم. الصقر أحمد حسن: لا يوجد أي وجه مقارنة بيني وبين إمام عاشور، وتواجده معي في مقارنة حاليا ظلم للاعب الأهلي، وحينما يصل ل 35 عام يمكن وضعه في مقارنة معي، وجماهير السوشيال ميديا أطفال ولا يعرفون ماذا قدم أحمد حسن. انتقادي لإمام في وقت من الأوقات كان فني بحت وليس شخصي، وأنا أتواصل مع اللاعب دائما وكنت أوجه له النصائح ولا أهاجمه، وكنت معه في أزمة فرض الأمن وحاولت أن أحل الأزمة بين الطرفين، وهاجمت فرض الأمن بسبب لاعب الأهلي وقام بعدها برفع قضية علي. حسام وإبراهيم حسن مدربين كبار وكامل الاحترام لهم، لكن مشكلتهم دائما أنهم فاكرين أن الدنيا كلها ضدهم وعايشين نظرية المؤامرة وأنهم فوق النقد، وهذه الأمور لا تتماشى مع منصب المدير الفني لمنتخب كبير مثل المنتخب الوطني، وليس لدي مشكلة معهم إطلاقا. وتفاجأت بهجوم إبراهيم حسن ضد الفترة الأخيرة. عمرو الحديدي: الزملكاوية دايما سواء إعلام أو مجلس إدارة أو جمهور عندهم شماعة التحكيم والظلم دائما، لكن لما تكون الأخطاء في صالحهم بيشوفوا الأمور بنظرة مختلفة تماما. الأهلي والزمالك وبيراميدز وباقي الأندية كلها تستفيد من القرارات التحكيمية في بعض الأحيان، ولا يوجد مجاملة لنادي على حساب نادي آخر، والكل في ميزان واحد، والجدل حول التحكيم سيظل قائم، لكني أطالب الجميع بالحديث بحيادية وعدم توجيه الاتهامات فقط عندما يكون الفريق في موقف المتضرر. الأهلي يحصل على دوري أبطال أفريقيا ويشارك في كأس العالم للأندية بشكل مستمر ويحقق نتائج جيدة، هل يجمل في كل هذه البطولات القارية أيضا؟ مجرد سؤال.
محمود فتح الله. عمر جابر يجب أن يكون له مكان في المنتخب الوطني الفترة القادمة، ولا يوجد أحد ينافسه في مركزه بمصر مع احترام لأي لاعب آخر، وبينه وبين الذي ينافسه مسافة كبيرة جدا، وعدم انضمامه للمنتخب خسارة كبيرة. عبد الله السعيد ما يقوم به وهو في سن ال40 عام يؤكد أنه لاعب مختلف تماما، فاللاعبين الصغار لا يفعلون نصف ما يفعله عبد الله السعيد. عندما ذهبت للعمل في بيراميدز الموضوع اختلف معي تماما، عرفت كيف يحافظ عبد الله على نفسه وكيف يكون متألق حتى وصوله لهذا السن. الأمر ليس سهل، هو لاعب محترف ويعرف ما له وما عليه، ولا يترك أي شيء للظروف ولا يترك أي شيء يشغله عن عمله، وهو أفضل لاعب يتدرب في الملعب وأفضل من لاعبين في عمر ال25 سنة ويأتي قبل التدريب بساعتين. المحلل الرياضي الكبير خالد بيومي: ما حدث في مباراة الأهلي والزمالك مسرحية هزلية، المسؤولين عن الكرة المصرية مش مهتمين بالمنتج المصري، ومباراة الأهلي والزمالك ينتظرها عشاق الكرة في المنطقة العربية والإفريقية بشكل دائم، وهذه المباراة تعد من أقوى 10 مباريات على مستوى العالم. اتحاد الكرة هو الذي يتحمل مسؤولية ما حدث في مباراة القمة. هذا الاتحاد تولى إدارة الكرة المصرية بمجاملة صارخة. بالفعل هنا بريدة اسم كبير على مستوى العالم، ولكن ماذا فعل الكرة المصرية كي يتولى إدارة اتحاد الكرة؟ الهدف من تولي هنا بريدة رئاسة اتحاد الكرة هو الاستمرار في المناصب الشخصية له. أبو ريدة قادر بعلاقاته أن يجيب 4 حكام أجانب في ثانية واحدة. اتحاد الكرة بعلاقات أبو ريدة اللي على أساسها تولى رئاسة الاتحاد قادر أن يجيب حكم من أي دولة في أوروبا بسهولة. هنا أبو ريدة يتحمل جزء كبير من الأزمة، لأن اتحاد الكرة هو المسؤول عن الأندية المصرية وليس رابطة الأندية. المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي بالكامل كان متواجد في القاهرة، ما لقيتش حد تقول له عايزين حكام خلال 24 ساعة، انت مش عايز تحل. والدليل الدكتور سعد شلبي قال انه كان تواصل معك النادي الأهلي وبعد كده لم ترد على اتصالاتهم لانك مش فاضي. انت عايز تغرق الدنيا وبتفكر في حاجة واحدة بس، وهي مناصبك الشخصية وكيف تستفيد من مصر، لكن كيف تفيد مصر مش موجود في حساباتك.